كتخلعكم الطوموبيل. في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم واحد الحاجه مهمه في السياقه، وشنو هي هذه زائد لومبرياج اللي كنا هضرنا عليه قبل. دابا غنوري لكم الطريقه كيفاش تتعاملوا مع هذه، لان شحال من واحد كيعملها بهذه الطريقه. الا درتي بحال هكذا خويا عرف راسك غادي يوقع لك شي مشكل كبير. احسب راسك مبتدئ ودخلتي للطريق وسط المدينه وخيفان من السياقه. انا غنوريك الطريقه اللي غادي تخدم بها بواحد الطريقه سهله. اولا الفولون ديالك خصك تشبرها بهذه الطريقه هذه اللي تشوف في يديا، باش الا بغيتي تبعد مثلا على شي بلاصه تدور بحال هكذا وترجع يديك، تدور بحال هكذا وترجع يديك دائما هكذا. رجليا دائما فوق الامبرياج ورجل الاخرى فوق الفران على الامبرياج ورجلي على الفران. كنكونترولي وكنخلي مسافه امان كافيه بيني وبين سائق السياره اللي قدامي، وكنشوف الضوء ديال الفران ديالو. لاحظ انني دابا ساعه كنفراني بشويه بشويه، غنوقفوا على الدراج اللي خلوه يدوز ماشي مشكل، كنصدموا زاد من على الامبرياج وكنفرانيو. دائما الانطلاقه كتكون بالمستوى رقم واحد، فوقاش ما نوقف نعمل المستوى رقم واحد عاد نتحرك. دابا الاخوان انا كتشوفوا كاين ستوب، ولكن حنا عندنا الضوء الخضر. انا نحاول ندير السينيال اليسار وغنحاول ندور في الرومبوان. شوفوا يدي كيفاش كندور الفولوم بحال هكذا وكنشدها من الجهه الاخرى بحال هكا، وكنولي نرجع يدي بحال هكا وكنطلق الامبرياج ديالي ونعاود نشبر يدي بهذه الطريقه هذه. هنا كنكون حسبت شحال دورت من دوره وكنحاول نرجع ديك الدوره اللي حسبت. كنمشيو بهذه الطريقه، كنكسيريو ملي كيطلب لي الموتور باش نبدل الكاخه. كنعمل المستوى رقم 3، يعني كنصدم على الامبريج من بعد ما كنحيد رجل الاكسيلاتور، كندفع الكاخه المستوى رقم 3 بهذه الطريقه هذه بكل سهوله وكنطلق الامبرياج. وشوفوا الفيراج كيفاش كنتبعوا في يديا، يعني يديا غادي نقرب بحال هكذا قدامي عرقاله. شنو غنعمل؟ غنصدم على الامبرياج اللي على الفران، لان من مورا كاين ممر يجي ما عرفنا شنو يكون. طلقوا الفران طلقوا الامبرياج نكملوا السير، ولكن نمشيو بكل سهوله وبكل بساطه. نحاولوا ناخذوا الطريق ديالنا بدون ما نعرقلوا حركه السير. دائما وسط المدينه كنكون دائما حاط رجلي على الامبرياج. ها انتم لاحظوا الامبرياج ملي كنصطب عليه كتمشي رجلي للفران، كنفراني شويه وكنشوف شكون يجي من اليسار، حيت عندنا رومبوان لازمنا نعطيو الاسبقيه لليسار. لاحظوا انني عملت المستوى رقم 2 وطلقت الامبرياج بكل بساطه، ولكن خليت رجلي فوق الامبرياج ما زولتهاش. دابا انا كنكسيري، يعني رجلي فوق الامبرياج ماشي معناتها اني زاطم على الامبرياج، لا، رجلي على الامبرياج هو نخليها محطوطه فوق الامبرياج باش اشاك فوا نحتاجها نلقاها. ودائما كمبتدئين نزطموا على الامبرياج هو الاول، عاد نفرانيو باش ما نمشيوش نديروا شي كارثه. الستوب كيفاش كنستعد باش نوقف؟ كنصطم على الامبرياج هو الاول، مازال وصلتش ستوب. دابا رجلي على الفران كنفراني واحد شويه، كنشوف واش باقي ستوب، واش باقي الضوء الخضر شاعل. مازال شاعل كنطلق الامبرياج ديالي وكنمشي بلاتي من بعد ما عملت المستوى رقم 1، ونعمل عاوتاني المستوى رقم 2 ونفراني شويه لان كاين عرقاله، ونطلق الفران عاوتاني نعمل المستوى رقم 1 ونكمل السير ديالي. صافي 3. الاخوان علاش كنقول لكم دائما خلي فوق الامبرياج؟ انتم لاحظوا انا صدمت على الامبرياج وفرانيت، يعني نقصت من السرعه، ماشي كنتفاجئ ونمشي للفران، لا ما كنتفاجئش، يعني باش دائما نكون على اتم الاستعداد لاي طريق. دابا انا كنكسيري، ولكن خلي مسافه امان كافيه بيني وبين سائق السياره اللي قدامي